السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عملية مرحبا انطلقت يوم 15 يونيو، والآن نحن نقترب من 15 يوليوز، أي شهر على الانطلاق هذه عملية مرحبا. اللي ملاحظ هو أن هاد السنة كاين واحد العدد قليل ديال مغاربة العالم اللي دخلوا للمغرب مقارنة بالسنوات الماضية. الحكومة المغربية ما زالت تتجاهل الانتظارات ديال مغاربة العالم، تتجاهل الخطب الملكية، تتجاهل الأصوات المنادية لإصلاح منظومة مغاربة العالم، لأن هذه السنة فضل الكثير قضاء العطلة الصيفية في دول مجاورة كإسبانيا أو إلى تركيا أو إيطاليا بدل الذهاب إلى المغرب، لأن أثمان تذاكر البواخر والطائرات مرتفعة ارتفاع صاروخي. قلنا لماذا ما تقومش الحكومة المغربية بتسقيف هذه الأثمان، حيث شركة الخطوط الملكية المغربية فهي شركة الدولة المغربية مساهمة في رأس مال ديالها، وهذه المساهمة كان على الدولة المغربية أنها تفرض واحد سقف خاص بمغاربة العالم كما وقع بعد جائحة كورونا. وحتى ديك السنة اللي تم فيها التحديد ديال الأسعار ديال التذاكر، الشركة ما وقع لا إفلاس لا والو، بالعكس الشركة الميزانية ديالها مزيانة، ولما تكون على شفا الإفلاس فالدولة المغربية تضخ الملايير في صندوق الشركة. مسألة أخرى، لأن البواخر المغرب غادي ينظم كأس العالم في 2030 وما عندوش شركة مغربية ديال النقل البحري. تصور دولة بالعظمة ديالها، بالبناء ديال الملاعب ديال الكرة بالملايير، ما استطاعتش أنها تشجع المستثمرين المغاربة باش تكون عندنا شركة وطنية ديال الملاحة البحرية. وهذه الشركة كانت أولا غادي تدخل فلوس، لأن الكل غادي يستعمل هذه الشركة باش يدخل المغرب، باش يوصل إما لسبتة أو طنجة أو الناظور. فالوزير ديال النقل كان عليه قبل أن يقوم بتغيير داك البلايك ديال الطوموبيلات باش يكونوا فيهم اللاتيني باش الناس يمشيو يدوزوا العطلة في الخارج، كان عليه أن يفكر في إنشاء هذه الشركة وطنية ديال الملاحة البحرية. فعزيز خنوش في البرلمان أنه تيفتخر بأنه تعرف الثلثين ديال المستثمرين، لكن سي خنوش ما فكرتيش في مغاربة العالم، لأنك كنت صرحتي في ميلانو أنك غادي تربيهم، وتيبان راك تتربي فيهم، وماشي أغرس ولكن التهرس.
على الحكومة أن تنهض من سباتها وتهتم بهذه الفئة ديال مغاربة العالم اللي التحويلات ديالهم هي الأولى بعد الفوسفات، وهم تيشكلوا واحد القوة اقتصادية مهمة.